عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم السرعه. وامتى اروح للسرعه؟ السرعه بتروح لها في الاوبريشن، في التنفيذ. يلا ها اسرع، اللي بعده، اللي النهارده هنعمل ايه؟ هنخلص ده يخلص بسرعه، ده يخلص بسرعه. ولكن في الاخر السرعه ما بتروح لهاش عشان توصل لنجاحات سريعه، لان انت محتاج تبقى فاهم كويس قوي ان النجاحات السريعه معناها سقوط سريع. في امثله كتير جدا شفناها لنجاحات سريعه، لكن في الاخر اصحابها واصحاب البيزنس ما بيقدروش يستوعبوا ويستحملوا ويشوفوا الموضوع ده. هم بيبقوا فرحانين بالانجاز السريع، بالنجاح السريع، وبالتالي ما بيقدرش يكمل ويحافظ على النجاح ده بشكل دائم. ففي الاخر بيبدا ان هو بيسقط باسرع كمان بكتير من سرعه الطلوع اللي هو طلع. وده جراف واضح ومعروف طول حياتنا في البيزنس، انك انت مقدار السرعه اللي انت طلعت بيها هي مقدار النزول اللي انت هتنزل بيه. فكل لما انت عملت نمو في البيزنس ببطء ولكن بثبات، وانت واعي وقادر ان انت تشوف كل الظروف والسيركمستانسز اللي انت عايز تشوفها بخصوص النمو ده والبيزنس ده والمرحله دي، كل ما قدرت تحافظ على المرحله وتقدر تشوف المرحله اللي بعدها في النمو. عشان تكبر البيزنس محتاج تفهم كويس قوي النمو بيحصل ازاي، وامتى السقوط بيحصل، وازاي تتفادى السقوط ده، وما تفرحش بالانجازات السريعه والنجاحات السريعه.